خلينا نتكلم على اعتزال جون سينا المباراة من أولها لآخرها. وبالمناسبة جون سينا انتقل لقسم الخريجين والمعتزلين من WWE في موقع الاتحاد الرسمي. هنبتدي بالانترانس. الانترانس دخلت جون سينا بس كانت دخلة عادية جدا يا جماعة، داخلة بس فيها يا دوب صور لجون سينا خلاص في الممر. أساسا يا جماعة على الأقل كان يبقى في ممر شرفي من المصارعين من البداية، كان المفروض يبقى في مثلا أطفال وهكذا، تعمل دخلة احترافية لجون سينا كأنه داخل في ريس المنيا زي أيام فينس ماكمان اللي بالمناسبة ظهر في فيديو كده قصير، وبقينا بنقول يا ريتك كنت موجود، يا ريتك انت اللي لسه ماسك الاتحاد. نيجي بقى على تريبل اتش في ادارته للمباراة. المباراة كانت جيدة، مش احسن حاجة لان جون سينا اتضرب كتير جدا، ولكن كان بيحاول على فترات، يعني كذا اتيتيود ادجستمنت وكذا فايف ناكل شافل ويو كانت سي مي. ومع الاسف شفناك يا جون سينا وانت بتعتزل بالطريقة المهينة دي. ما كانش كفاية يا جماعة الاتيتيود ادجستمنت، حتى اللي كانت جميلة جدا اللي كان كسر عليه جونتر ترابيزة المعلقين بالاتيتيود ادجستمنت كانت هايلة جدا. وحتى الاتيتيود ادجستمنت اللي كانت من الكورنر، خلاص قلت جون سينا هيكسب والجماهير هتحتفل وهتودع جون سينا بالشكل المطلوب. ما حصلش ده ابدا، وجون سينا خلص النزال بانه استسلم تاب اوت. ودي بالنسبه لي كانت صعبه جدا لانها اساسا اهانه الهاسل لويالتي اند ريسبكت والنيفر جيف اب زي ما قلت لك قبل كده. الفكره يا جماعه ان تريبل اتش بمجرد ما طلع للجماهير، الجماهير قالت له انت افسدت كل شيء وفضلت تشتم فيه، ومش هقدر اقول لك الشتايم بس الجماهير كمان بدات تهدف للاتحاد اي دبليو. وعلشان يتم تكريم جون سينا يتعمل له فيديو تسجيلي هو بيتفرج عليه، بدل ما هو يمسك المايك ويكلم الجمهور ويحيي الجمهور ويحيي المصارعين ويشكر في المصارعين ويشكر في الاداره ويشكر في عيلته وهكذا. على الاقل يا جماعه كان يقول كلمه بس ختاميه قبل ما يعتزل المصارعه الحره بعد خدمه المصارعه الحره 23 سنه. بس انا كنتش عايز اكتر من كده. تريبل اتش ما عملش ده خالص. ليه؟ ما تعرفش. استفادته في ايه؟ كانت من الاعلانات اللي كانت موجوده على الحلبه والاعلانات اللي كانت في عرض ساتردي نايت مين ايفنت، اللي بالمناسبه من البدايه كان المفروض ما يبقاش اعتزال جون سينا في عرض ساتردي نايت مين ايفنت، يعتزل في رويال رامبل، يعتزل في سرفايفر سيريس، يعتزل في ريسل مانيا، يعتزل في سمر سلام، يكون اعتزال لايق بالاسطوره، مش عرض انت مش عارف له اساسا مستقبل، عارفه بس بالاعلانات. لا، واللي يعصبك اكتر ان تريبل اتش طلع وضحك في وش الجمهور وقال ان هو شايف ان ده افضل للبيزنس. بالعكس، انت بتضر البيزنس، انت بتدمر البيزنس، بتدمر المصارعه. في النهايه شكرا جون سينا على الذكريات الجميله على السنين اللي فاتت، وربنا يستر على الاساطير اللي هتعتزل في عصر تريبل اتش.